قبل ما نبدأ، خليني أقولك حاجة محدش بيقولها. القلق مش إنك ضعيف ولا إنك مش راضي. القلق علامة إن دماغك شغال زيادة عن اللزوم. أكتر ناس بيقلقوا ناس بتفكر كتير، لكن المشكلة إن التفكير لما يزيد بيتحول لسجن. الفصل الأول: القلق يساوي العيش في زمن مش موجود، من كتاب دع القلق وابدأ الحياة، ديل كارنيجي. القلق هو إنك تعيش فيه ماضي خلص، مستقبل لسه مجاش، وتنسى الحاضر. الكتاب بيقول: عيش في حدود اليوم الواحد، مش الأسبوع، مش السنة، اليوم بس. مثال واحد: شخص مستني نتيجة تحليل. قبل ما تطلع النتيجة يعيش كل السيناريوهات السوداء. النتيجة تطلع سليمة، كان تعب نفسه على الفاضي. حتى لو وحشة، هو تعب قبل ما يواجه. القلق مش بيحميك، القلق بيستنزفك. الفصل الثاني: ليه دماغك بيحب القلق؟ من كتاب العقل فوق المزاج. دماغك متصمم للحماية مش للسعادة، فلما يقلق يحس إنه بيعمل شغله. المشكلة الدماغ مش بيفرق بين خطر حقيقي وخطر متخيل. مثال: واحد هيطلع يتكلم قدام ناس، دماغه يتعامل كأنه هيواجه أسد، ضربات قلب، عرق، توتر، رغم إن مفيش خطر فعلي. القلق يساوي إنذار كاذب. الفصل الثالث: القلق يولد من سؤال غلط. من كتاب The Power of Now، إكهارت تول. السؤال الغلط: ماذا لو؟ ماذا لو فشلت؟ ماذا لو خسرت؟ ماذا لو اتأخرت؟ السؤال ده وقود القلق. مثال: واحد بيأجل مشروعه سنين، مش لأنه مش قادر، لكن لأنه بيسأل ماذا لو ما نجحتش؟ القلق مش بيمنع الفشل، القلق بيضمن الجمود. الفصل الرابع: القلق سببه إنك شايل أكتر من طاقتك. من كتاب لا تهتم بصغائر الأمور، ريتشارد كارلسون. الكتاب بيقول: معظم اللي مضايقك دلوقتي مش هيهمك بعد سنة، لكن وانت جواه تحسه نهاية العالم. مثال: موقف محرج حصل من سنتين، دلوقتي حد فاكره؟ حد مهتم؟ انت بس اللي شايل الشريط. دماغك بيكبر علشان مش عايز يسيب. الفصل الخامس: دائرة القلق، العدو الحقيقي، من العلاج المعرفي السلوكي. فكرة، خوف، تجنب، قلق أعلى. مثال: حد علقان يركب مواصلات، يتجنب إلى القلق يزيد إلى التجنب يكبر. الهروب بيغذي القلق. الفصل السادس: كسر القلق بالفعل مش التفكير. من كتاب العادات الذرية، جيمس كلير. مش محتاج تطمن نفسك بالكلام، محتاج فعل صغير. 4 أدوات عملية. 1. اسمح للفكرة. قول ماشي، خليها تيجي. المقاومة يساوي تضخيم. 2. جسمك الأول. نفس عميق، مشي، تمدد. الجسم يهدى، الدماغ يلحقه. 3. ضيق الدايرة. مش هعمل ايه في حياتي، لكن اعمل ايه في ال10 دقايق الجايين.
4. واجه بنسبة 10%. مش قفزة، خطوة. القلق ينهار أمام الاستمرار. الخاتمة. القلق مش عدوك، القلق إشارة. إشارة إنك محتاج تبطأ، تبسط، تعيش دلوقتي. ومش مطلوب منك تكون هادي طول الوقت، مطلوب منك بس ما تسيبش القلق يسوق حياتك.